بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة هنعمل مع بعض البانيه، وأهم حاجة إن احنا هنعمله من غير بيض. بس شايفين بقى ما فكش معانا خالص، وشايفين بقى كده احنا بنحمره. الكفر بتاعه ماسك عليه بقى بالجامد، حاجة كده شغل فاخر من الآخر. المقادير بتاعتنا معانا كده فراخ بانيه بنكون غسلينها ومصفينها كده على مصفى. معانا بصلاية مبشورة كده بالمبشرة. معانا كمان ورق لورا، ومعانا فلفل اسود وملح، ومعانا ربع معلقه من الكاري، وكمان رشه من بهارات الفراخ، ومعلقه كبيره من الخل. هنجيب طبق ونبتدي نحط فيه البصلايه اللي احنا كده مخرطينها. هنضيف عليها التوابل، ورق اللورا والفلفل الاسود والملح، وقلنا كمان بهارات الفراخ. هنقلب كل ده ونحط كمان معلقه الخل الكبيره. هنبتدي ننزل كمان بقطع الدجاج، وهنقلب الخلطة دي كده كويس. طب لو عندك وقت تقدري ان انت لو عملتيها قبلها بيوم تبقى جميلة جدا. ما عندناش بقى وقت، ممكن تسيبها كده نص ساعة او ساعة بالكتير، وتبتدي تشتغلي فيها. البهارات الموجودة معانا دي هنا ورق لورا، ومعانا رشة من القرفة وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وكمان معانا بابريكا، ومعانا كاري وكركم وبهارات فراخ. هتحطي كل التوابل دي على البقسماط. ده كده البقسماط بتاعنا العادي خالص المفروم ناعم. هنحط عليه كل التوابل دي عشان يبقى زي الفيجيتار اللي بنجيبه من بره. معانا معلقتين من الدقيق، وربع معلقة من الكركم، ورشة من الملح والفلفل الأسود عشان نعمل بديل البيض. وبالتبادل كده ببتدي ان انا احط المية وكده اقلب. هيبقى كده معايا سائل كده خفيف، وده هيكون بديل البيض. حاجة بقى جميلة جدا واحلى من البيض الف مرة. المهم ان انت تدوبي كده كويس جدا عشان ما يبقاش فيه كلكعة للدقيق. كمان هنا هيكون معانا بقى دقيق. هبتدي ان انا اجيب قطع صدور البانيه، واحطها كده في قلب الدقيق بالطريقه دي، واضغط عليها كده كويس. بعد كده احطها في بديل البيض، وهبتدي ان انا كده اقلبه كده من الناحيتين بالطريقه دي. طبعا احنا هنا حطينا الكركم عشان يبقى لونه اصفر كده زي البيض بالظبط. هنبتدي بقى كمان كده نحطه بقى في البقسماط اللي احنا متبلينه، وتبتدي تضغطي عليه كده كويس بالطريقة دي. لازم تضغطي على الكفر كويس كده في قلب البقسماط، وتحطيه في قلب طبق عندك. هنعمل كمان قطعة تانية نفس الحكاية كده. أول حاجة لازم تتبليها كويس بالدقيق من الناحيتين، بتحطها في بديل البيض. ماشي، من الناحيتين برضو كده. وبعد كده تحطها في البقسماط اللي احنا متبلينه. اهم حاجة لازم تضغطي عليه جامد خلاص بالطريقة دي كده كويس جدا. هقولك بقى على خطوة لازم نحطها بعد ما نتبل كل التتبيلة دي. تحطها في الفريزر كده لمدة ربع ساعة قبل ما تقليه، عشان ما ينزلش معاكي كده البقسماط في قلب الزيت ويبوظهولك بسرعة. ده كده هنا الزيت بقى بعد ما سخن. واهم حاجه ان احنا كنا سيبنا الفراخ دي في قلب الفريزر كده ربع ساعه. هنبتدي ننزل على طول في الزيت. هنا بنخلي التحمير لونه ذهبي. وعايزه اوريكم بصي ان الكفر اهو ماسك على القطع البانيه بتاعتنا، غير ما بيكون ساعات البيض وممكن ان هو يفك منك. لا، هنا بصي ولا هو فاكك ولا اي حاجه، واخد لون احمر اهو زي ما انتم شايفين جميل جدا. ده لون كده ذهبي حلو قوي. حاجة بقى كده جميلة جدا. بصي هتطلعيها بقى على منشف مطبخ عشان لو في بقايا زيت، او تحطيها على مصفى بردك عشان لو في بقايا زيت او حاجة. انك بقى كده تبتدي تقدميها في طبق التقديم. دي كانت حلقتنا النهاردة عن البانيه، عاملينه بدون بيض بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.